الله يساعدكم حبايب. شلونكم؟ ان شاء الله مرتاحين. وتحياتنا لاهل العماره، لاهل العماره الغوالي. هذا المقطع خاص نص لاهل العماره حبايب قلبي متابعين. شلون المنظر هذا؟ هاي الطيور هسه دا تاكل. اريد افتح لها البراجه، طلعتها شمست شويه بس ما طلعت تاكلها. دا تشوفون بعد البراجه بيها خليتها شويه، طلعت ذني اللي على بيض على الفرخ ما طلعت، خليتها شويه تشمس تاخذ راحتها وتاكل شويه وتطب. اللي طلع من الفرخ واللي طلع من البيض اموره طبيعيه، يرجع ونزقهم بصوره صحيحه، ياكلن ويزقن بصوره صحيحه. تحياتي للجميع بدون استثناء حبايب قلبي. الوليد يسالون يقولوا شلون اعرف انا اريد اشتري طير من برا، انا ما اقدر اوصلك، ما اقدر، بعيد علي انت، انا بمحافظه وانت بمحافظه واريد اشتري طير. حبايب قلبي انا سولفت لكم قلت لكم مو بس الشكل تاخذه، بس خلي يعني الشيء الاساسي بالبدايه احنا متفقين عليه، خلاص ندور شكل، ندور حلاء. يعني معقوله انا اجعل هذا الطير يطير نهار؟ شلون يطير نهار؟ فيجي واحد يقول لي عندي رز يطير نهار، شوفني يا بالله يطير عندك نهار، خلي تشوفه. المهم حبايب قلبي اكو شغلات يعني مرات تسمع واحد يسولف لك سالفه هو لا مجربها، سامعها سمع. السمع احنا ما لنا علاقه به، احنا ما نريد نسمع، احنا نريد قول وفعل، احنا نريد شيء بالميدان. ابو المثل يقول الزمل يعبي بالسكله رقي. حبايب قلبي الغوالي، اول ما تجي على مواصفات الطير ما لك علاقه هذا دا يمثل لك، يقول لك الريشه مالته والذيل ماله والجنح ماله والريشه ذيله ريشه واحده والجنح لا احنا يقول له ابن ام رجول، يقول له حسابي يكون. انا عندي طيور هنا هاي موجوده بالسطح، غمض على طير اخذه وطير غمض، مو انا اقول لك اخذ هذا الطير، لا غمض انت على طير اخذه فضل لله. ليش رسه واحد الطيور يعني ما مختلط بيها، خلاص ده ما ملعوب بيه. بس اكو شغله، انت من تيجي تشتري طير يعني المواصفات الاساسيه والرئيسيه تحفظني يمك، تباوع عليها. انت راح تسمعني راح تقول ابو بكر وهذا شبيه وهذا شبيه. لا اخوي العزيز، انا بدي احكي لك على طير، مواصفات طيار، يعني طير ما يخرب، يعني طير ما يخرب خلاص هذا، ولا يغير مطياره خلاص، ذكاء اموره. يعني ما نجيب الشدري هذا نعوف امات عيون السود تخاف ما حد يحبهن على هذا الطير يرهم. الولد راح يقولون شنو ذاك تقول عليه الشدري؟ هذاك الشدري حبايب قلبي، هذاك الشدري ما لك علاقه باللي يسمي بكيفه. ترى هاي الطيور ثقوا بالله ما حد يعرف ايش كانوا يسموها، خلاص ما حد يعرف، خلاص هذا الطير ايش كانوا يسموه، اسامي ما انزل الله بها من السلطان. بس انا خذ من عندي دا اسولف لك اللي عندي، اللي الشيء الملموس، الشيء اللي ترس الايد. حبايب قلبي الطير يعني اول ما تيجي على مثلا تدور طيار، المواصفات هاي ما تخيب خلاص، هاي الطيور مواصفات ما تخيب خلاص. بس ماكو مشكله، هذا الطير جذاب، هذا الطير خل يعني اوصلكم الفكره. ذب المكعكل ابو عيون الصفور، وذب البحمر العيون سود، وذب هاي البيتنجانيه، وذب هذا البحمر اللاخ، وذب هذا البزرق اللاخ. امور طبيعيه ماكو اي مشكله بيهن. يعني اقصد لك لا تخاف تاخذ الكلام تقول لي ابو بكر دا تقول هذا ذب، دا اقصد لك هذا الطير نطلع هاي الطيور، طلع هاي الطيور، مو شرط هذا الطير لا، بس اخوه الطير الاقدم من عنده طلع عن هاي الطيور، ما بي اي مشكله ما بي. تبقى انت هوايتك وانت الواهس مالك يا طير ترغب هيك بزرق مثلا صافي
ترغب هذا الشذري، هذا شو تسموه؟ هو هذا الشذري، وهذا الشذري شو تسموه؟ هذا الشذري عمي، هذا الشذري. هذا حماميات ورصاصيات وحباري. هات تشوف هذا شو تسميه؟ هذا تسميه شذري؟ لا اخوي العزيز، لو هاي تسميها شذريه، لو هذا تسميه شذري، لو هذا تسميه شذري، اقول لي يسمون هذا الشذري. شلون هاي شو تسمي؟ انت خاف بالموبايل ما تشوف. هاي باذنجانيه، هاي طياره باذنجانيه، ما لك علاقه بالحكي، خذ من عندي. بهاي الطياره باذنجانيه، الحبري وحد، الرصاصي وحد، والحمامي وحد، والباذنجاني وحد، والبزرق وحد، والدارسيني وحد، البسود، التشجار، المجير. الولد يسالوني يقول الهنديات، انا ما عندي هنديات، انا ما عندي هنديات، ولا انا عندي مجير، عندي مجير وعندي مشجر. هذا الطير شو تسموه؟ هذا الطير شو تسموه؟ حبري شو تسموه؟ اكتبوا لنا بالتعليقات حتى اسمع حافظين الطير شو تسمون الطير، حتى نعرف بالله حبايب قلبي. اكتبوا لنا يرحم والديكم بالتعليقات. هذا شو تسموه؟ صد عليه جاي يا ول اوش ولك، صد عليه جاي. مع احتراماتي للسامع، خاف طلعت هاي الكلمة عفوية. المهم هذا الطير من تجي تاخذ طير، الرسمة هاي يعني شيء ابتدائي، دور هيش رسمة كشيء ابتدائي، بس تبقى اكو طير حلو حبايب قلبي بس مو مخرج، اكو طير حلو بس ما طاير يمه هلا، يعني هو فرخ جايبيه شامريه بالخانه، تاخذ الطير ما يطير، تقول يا باك شو اخذت هذا الطير الحمامي وما طار، هذا اني مو خوش طيور. يقولون لعد هذا الرس القديم زين، وينه هذا العراقي مو خوش طير. لا حبايب قلبي خوش طير، والله خوش طير. ما احمد لك هاي الطيور ولا طيوري ولا طيور العالم ولا لا، بدنا نحكي بصوره عامه. هذا الطير العراقي خوش طير، بس اكو طيور متعوب عليها مخرجه، واكو طيور مع احتراماتي للسامع ملطلطه، طيور يعني بالسنه اذا ما تمر ب50 سطح. هذا طير ايش؟ هذا لا تعتبره طير. الطير يتلفلف بالاسطوح هذا تعتبره طير. بس تجي انت على طير تاخذ مثلا اول شيء الرسمه الرسمه الحلوه، مثلا تعجبك هيش طرزه اطلع هيش طرزه مثلا، هاي الطرزه تخبل، يعني هاي الطرزه تخيب، مستحيل تخيب. العين قزاز، صدر، ذيل، جنح، تشطيب حلو، القصه الوقفه مالته النصبه، مبين الطير اللي يطير، حبايب قلبي ترى الطير هو يطير يقول لك انا اطير، والطير ما يطير يقول لك انا ما اطير. يعني هسه شوف لي هاي النصبه، باوع هذا الشكل، وخلي نروح نشوفك طير. يعني تعال لنا على هذا، يعني هذا تجيب على ذاك، لو تجيب هذا على ذاك مو هنا القياس حبايب قلبي، لو تجيب هذا عليه هنا القياس حبايب قلبي الغوالي. مو اكو شيء تقتنع به واكو شيء لا والله، يعني مبين ذاك اياه واضح. طير ما يطير، اكو طير لا شكله هو يقول لك انا اطير، لا تخاف اخذني وانا اطير. فانت خليها يحفظها اول ما تاخذ الرسمه وتبقى يم الله. وترى هذا توفيق ورزق من الله سبحانه وتعالى. ترى الطير اللي يطير، يعني تاخذ طير وتطلع بناته، والطير بناته وبناته يطلعن على رس الامهات ويطيرن ويجاوبن عندك. هاك يعني هاي خلاص، هاي ما بيها اي مشكله ترى. يعني هاك خلينا نجي هنا بالله، يعني مثلا هذا الطير يخيب حبايب قلبي، لو هذا الطير يخيب، لو هاي الطيرة تخيب، مو هنا انت القياس، هنا القياس حبايب قلبي. يعني طير مبين ذاك ياه واضح. يعني انت مو تروح تجيب لي رزي وتقول لي هذا يطير نهار كامل،
لا يا ابوي هذا ما يطير لو اني وياه. وتحياتي لكم حبايب قلب الغوالي، فديتكم. انتظرون المقاطع الجايه حبايب قلبي. بس معلومه بس على مود لا انساها اذكركم بها حبايب قلبي، عندي مقاطع انا منزلها قديمه ما مشاهديها انتو متابعين جدا. طبعا المقاطع انت اللي تدورها، اللي تريده تلقاه من الطبعه على الصفحه مالتي على القناه مالتي، شو تريد راح تلقاه، انا منزل عليه بالقناه. وتحياتي لك.